السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شفتوا كده في أول الفيديو معانا زراغيط، ويا رب يفرح البيوت كلها يا رب، ويفرحكم كلكم يا رب. أنا طبعا غايبة عنكم بقالي فترة. دلوقتي هقول لكم كنت فين وبعمل ايه وكان ايه اللي حيشنا عنكم يعني الفترة اللي فاتت. احنا بادئين الفيديو معانا بزراغيط، يا رب يفرحكم بولادكم كلكم يا رب، ويجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى ولادكم. وكل اللي بيتمنى حاجة يا رب تتحقق له ويصلح حال ولادكم كلكم يا رب. دلوقتي احنا من فترة كده كان عندنا امتحانات تالتة إعدادي، كانت بنوتي الكبيرة في تالتة إعدادي، فكنت طبعا مشغولة معاها جدا في الامتحانات، مذاكرة بقى ومراجعات وامتحانات وكده. وبصراحة لما خلصت امتحانات ما كانش ليا نفس خالص إن أنا أنزل فيديوهات أو أعمل أي حاجة. كنا قلقانين من النتيجة، وطبعا هي على أعصابها وكده، فكان في قلق في البيت. مش قادرين إن احنا يعني نصور أو نعمل حاجة. فالحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله النتيجة ظهرت الحمد لله. بنتي الحمد لله جابت مجموع عالي يعني الحمد لله. فالحمد لله أعصابها هدت يعني وهدينا وكده والحمد لله إنها جابت المجموع اللي هي عايزاه وتدخل اللي هي عايزاه. يا رب عقبال ولادكم كلكم يا رب، اللي في تالتة إعدادي وتالتة ثانوي ربنا يطمنكم عليهم يا رب، اللي عنده أي حد في ثانوية ربنا يطمنه عليه. أنا عارفة إنها بتبقى فترة صعبة جدا لأن أنا جربتها وعشتها، فما بالكم بقى بالثانوي وكده وضغط الأعصاب وتعب الأعصاب اللي بيبقى في البيوت المصرية. فربنا يطمنكم يا رب كلكم على ولادكم، ودي اللي كان حيشنا عنكم. إن شاء الله الفترة الجاية نرجع مع بعض تاني وننزل فيديوهاتنا ويومياتنا البسيطة الخفيفة اللي احنا بنعملها مع بعض. فده اللي كان حيشنا عنكم، فانا حبيت بس ان انا انزل لكم فيديو سريع كده واقول لكم على اللي كان عندي يعني وحيشنا عنكم. فاتمنى بقى في التعليقات كده تباركوا لها تباركوا لها وتفرحوها بنجاحها كده، تقول لها الف مبروك يا لولي وتفرحوها بنجاحها والحمد لله الحمد لله. بس انا كنت بس عامله لكم الفيديو ده وخلاص.